في ستات بتحب السيطرة وفي ستات بتحب الانتقام، لكن أميرة دي كانت حاجة تالتة خالص، شيطانة حرفيا. كانت بتفكر وتخطط وتنفذ من غير ما حد يشك فيها خالص. ست قدرت تعيش في نفس الوقت حياتين، زوجة مثالية قدام الناس وشيطانة في السر. فقصة أميرة دي محتاجة تركيز عشان تعرف الشيطانة دي عملت إيه بعد 10 سنين جواز. في مصر وتحديدا في أسيوط كان في شاب عنده 40 سنة اسمه ناصر، شغله كله في الحديد والسمكرة، وربنا كرمه وفتح ورشة وعاش حياته كلها مركز في شغله، وقدر فعلا ان هو يعمل فلوس كتيرة، والورشة كبرت وبقى راجل كبير في السوق وبقى ناس كتير عارفاه، وربنا كرمه من وسع. وقال خلاص كده انا دلوقتي عدى 40 سنة ولسه متجوزتش، لازم بقى ايه، اشوف شريكة الحياة واعمل بيت واعمل اسرة، عايز اتجوز. فشاف بنت في القرية لبسها محترم ويبان عليها هادية وكويسة، اسمها أميرة، وكان عندها 21 سنة، وناصر في الوقت ده كان عنده 40 سنة. وكمان عيلة أميرة عيلة كلها مرتاحين وفاتحين سوبر ماركت وربنا كرمهم. راح ناصر يتقدم لأميرة وكلم أهلها، والغريب إن أميرة وافقت على الجوازة دي بالرغم إن فرق السن ما بينهم حوالي 20 سنة. يعني ناصر عنده 40 سنة وأميرة عندها 21 سنة، والجوازة تمت ما بين أميرة وناصر، وراحوا قعدوا في شقتهم، والدنيا كانت ماشية وحياة طبيعية ومستمرة، وربنا يكرمهم بأول مولود. ومع الوقت أميرة بدأت تزهق، حياتها روتينية وقاعدة في البيت بتربي الواد وبتستنى جوزها لما يرجع من الشغل. حاسة إن حياتها مملة وحاسة إن هي اتسرعت في الجوازة دي، وكمان فرق السن اللي ما بينهم 20 سنة، فهي مش حاسة ناصر، حاساه كبير قوي وهي صغيرة. بس بدل ما تراجع نفسها وتطلب الطلاق لو هي مش مرتاحة في العيشة دي، لا، قالت أنا مش هتطلق، أنا هخلي كل حاجة تمشي في مصلحتي أنا. وقررت بقى تبدأ خطتها. طلبت أميرة من جوزها ناصر إن هو يفتح لها سوبر ماركت عشان تنزل تقف فيه، وعشان كمان تساعده في المصاريف، وعشان كمان هي زهقت من قعدة البيت، عايزة تنزل تشوف تتحرك تشتغل. فقالت لناصر جوزها افتح لي سوبر ماركت وانا اللي اديره وانا اللي انزل اوقف فيه. ناصر صدق وفتح لها سوبر ماركت وجاب لها البضاعة وظبط لها كل حاجة. بس الشيطانة دي كانت بتفكر في حاجة تانية خالص، حاجة تانية حقيرة. أميرة وهم بيعملوا السوبر ماركت ده طلبت من ناصر إن هو يعمل لها مكان كده في السوبر ماركت يكون زي استراحة، عشان لو تعبت تقعد تريح شوية فيه، عشان لو عيالها جُه تاخدهم في الاستراحة وتقعّدهم في الاستراحة، بدل ما يبقوا قدّام الناس كده اللي رايح واللي جاي واللي بيشتري شايفهم. عملت مكان صغير كده في السوبر ماركت استراحة، وأقنعت ناصر إن المكان ده للراحة، لها هي عشان ترتاح، ولعيالها عشان لو جُه يقعدوا فيه ويرتاحوا، وعشان لو ناصر برضه حَب ييجي السوبر ماركت يقعد في الاستراحة دي. والغرض من كده إن المكان ده تقدر فيه أميرة تقعد فيه وتقفل فيه على نفسها من غير ما حد يسمعها ولا يشوفها. المهم إن جوزها ناصر ما شكّش في حاجة خالص، وصدّقها في كل اللي هي بتقوله، سواء السوبر ماركت فتح لها سوبر ماركت، سواء الاستراحة اللي جوّه السوبر ماركت عمل لها استراحة جوّه السوبر ماركت، ما كانش شاكك فيها. المهم مع الوقت ربنا كرم ناصر وأميرة بطفلين كمان، يعني عدد الأطفال اللي عندهم 3 أطفال، والحياة كانت ماشية وطبيعية. وأميرة كانت دايمًا بتعيّن شباب يشتغلوا معاها في السوبر ماركت عشان يساعدوها. لكن الغريب هنا إن الشاب اللي بييجي يشتغل معاها في السوبر ماركت ما بيقعدش فترة طويلة، آخره يقعد 3، 4 شهور ويمشي. ناصر استغرب، قال لها: "هو أنتِ كل شوية تجيبي شاب يشتغل شوية ويمشي؟ ليه الشباب عندِك ما بتقعدش فترة طويلة وبتشتغل فترة طويلة؟ أنا عندي في الورشة الشاب اللي بييجي يشتغل عندي بيقعد حوالي سنتين 3 بيفضل شغال، أنتِ كلّها 3، 4 شهور وبتغيّري حد." فأميرة قالت لجوزها ناصر: "الشباب دي ما بتبقاش عايزة تشتغل، في منهم اللي بييجي كده عايز ياخد مرتب على الفاضي، في منهم اللي ما بيشوفش شغله، في منهم اللي بيسرقني، فأنا دايمًا لازم أغيّر، لإن في كتير ما بيكونوش شايفين شغلهم." وما لقيتش الشخص المناسب اللي يقعد معايا فترة طويلة. وكالعادة ناصر جوزها صدّق، واستمرت الأمور على كده 10 سنين، وناصر ما يعرفش أي حاجة خالص. كل اللي شايفه إن أميرة مراته بتروح السوبر ماركت وبتودّي عيالها عند خالتهم اللي هو أخت أميرة، بتودّي العيال هناك، وناصر بينزل على الورشة بتاعته، وأميرة بتنزل على السوبر ماركت، والاتنين بيرجعوا بالليل. حياة ماشية زي كده ومستقرة. فضلت 10 سنين ماشية كده، وناصر متغفّل، لإن أميرة في ال10 سنين دول كانت بتعمل حاجة قذرة. أي شاب ييجي يشتغل معاها 3 أو 4 شهور كانت بتعمل معاه علاقة جوّه الاستراحة، بتقفل الباب بتاع السوبر ماركت من برّه وأكن السوبر ماركت مقفول،
وتبقى هي جوه والشاب ده جوه، وتطلب منه إن هو يعمل معاها علاقة جوه السوبر ماركت في المكان اللي هي عاملاه مكان الاستراحة. الشاب طبعًا بيبقى مثلًا جاي عايز يشتغل، محتاج فلوس، ظروفه صعبة، فبيوافق وتدّي له الفلوس اللي هو عايزها. 3 أو 4 شهور مع الشاب اللي شغال معاها في السوبر ماركت، تزهق منه، وبعد ما يعمل معاها علاقة وبعد ما خلاص تتمتّع معاه، تقرر بقى إن هي تمشّي الشاب ده، عشان كمان ما يفضحهاش، وعشان ما حدش يعرف إن هي بتعمل علاقة معاه، وبعدين ياخد فلوسه ويمشي. ييجي شاب تاني غيره، أميرة تعمل معاه نفس النظام، تعمل معاه علاقة جوّه الاستراحة، ولمّا تزهق منه تروح ممشّياه. قال إيه، بتعوّض الفراغ اللي سايبه جوزها، عشان حاسة إن جوزها 40 سَنة، وكمان جوزها في الوقت ده بعد 10 سنين جواز كان عنده 50 سَنة، وأميرة كان عندها 30 سَنة، فأميرة كانت حاسة نفسها إن هي بنوتة صغيرة وعايزة حد في نفس السِن بتاعها. فضلت 10 سنين بتعمل علاقات مع الشباب اللي ييجوا يشتغلوا معاها في السوبر ماركت وتمشّيهم، وجوزها ما يعرفش أي حاجة خالص. ناصر يا عيني غلبان ومش فاهم إن أميرة بتعمل كل الحاجات دي. في 2017 أميرة كانت قاعدة في السوبر ماركت بتقلب في التليفون بتاعها وقاعدة على الفيسبوك، فظهر لها كده شخص اسمه محمود بعت لها طلب صداقة، فقبلت طلب الصداقة والاتنين بدأوا يتكلموا والاتنين بدأوا يقربوا من بعض. فأميرة بدأت تحكي له عن حياتها وتقول له إن هي مخنوقة في حياتها، وإن هي مخنوقة من جوزها وحاسة إن جوزها أكبر منها بالسن، وحاسة إن هي ما عاشتش حياتها. ومحمود بدأ يقرب منها وبدأ يقول لها إن هو معجب بيها، وأميرة كمان قالت له إن هي كمان معجبة بيه، والعلاقة اتطورت ما بينهم. وبدأ بقى ييجي لها السوبر ماركت يشوفها، يسلم عليها، يتكلم معاها شوية، لغاية لما العلاقة بقت يعني إيه قريبة أوي من بعض، والاتنين اتعلقوا ببعض جامد. لغاية بقى لما جت أميرة في يوم وقالت له: يا محمود أنا عايزاك تيجي لي السوبر ماركت. وفعلا محمود جالها السوبر ماركت، وقفلت باب السوبر ماركت وقالت لمحمود: تعالى نقعد في الاستراحة اللي أنا عاملاها جوه في السوبر ماركت شوية. والاتنين قعدوا مع بعض وبدأوا يعملوا علاقة غير شرعية مع بعض، والعلاقة اتطورت أكتر ما بين محمود وأميرة، وبقى كل فترة يجي لها السوبر ماركت ويقفلوا باب السوبر ماركت من بره ويبقوا هما الاتنين جوه، ويدخلوا الاستراحة يعملوا علاقة غير شرعية مع بعض. وأميرة كانت حاسة إن محمود ده غير كل الشباب اللي هي عملت معاهم علاقة، حسيته إن هو شخص بيحبها، ومحمود كان بيقنعها إن هو بيحبها جدًا. لكن محمود كل اللي هَمّه إن أميرة مرتاحة ومعاها فلوس، فأنا عايز أقرّب منها ونتجوّز، وإن أنا مثلًا إيه، أبقى معاها وآخُد منها فلوس على قد ما أقدر. وفعلًا كان كل شوية محمود يطلب منها فلوس، يقول لها: أنا محتاج منِّك فلوس، أنا الدنيا واقفة معايا، محتاج منِّك مبلغ، فأميرة كانت بتدّي له. لإن محمود كان أقنعها إن هو بيحبها، وأميرة كانت حاسة إن محمود ده هو اللي هيعوّضها عن كل الحياة اللي هي عاشتها فاتت، وعن الأيام اللي جاية. فحست إن محمود ده بيحبها، وأميرة كانت متعلقة بيه جامد. وأميرة كانت حاسة إن محمود ده هو الهروب من الحياة المملة، هو الهروب من العبء اللي فرق السن ما بينها وما بين ناصر. حاسة إن محمود ده هو اللي هتكمّل حياتها معاه، وهو اللي فعلًا هيعوّضها عن كل السنين اللي فاتت. واستمرت بقى العلاقة القذرة كده لفترة كبيرة. وفي مرة محمود كان معاها في السوبر ماركت وبيعملوا علاقة مع بعض، قال لها: باقول لِك إيه يا أميرة، أنا عايز نعيش مع بعض في بيت واحد من غير خوف، نبقى أنا وأنتِ قدّام الناس متجوزين والدنيا طبيعية وكل حاجة تمام. أميرة القذرة دي ترد عليه وتقول له: سهلة، إحنا لازم نتخلّص من جوزي ناصر، نخلص منه نهائي. أميرة ومحمود خططوا إن هم يقتلوا ناصر وبطريقة قذرة. أميرة كانت مستنية جوزها ناصر في البيت بعد ما يخلّص شغله، وناصر يا عيني مخلّص شغله في الورشة وتعبان. فلمّا رجع البيت طلب من أميرة إن هي تحضّر له العشا. أميرة حضّرت العشا وحطّت في العشا ده مخدر. ولمّا ناصر بدأ يحس إن هو مش قادر وإن هو يعني بيفقد الوعي واحدة، واحدة، أميرة طلبت من ناصر إن هي تعمل معاه علاقة، عشان تهمِّد ناصر خالص، عشان تخلّيه مش قادر خالص. وفعلًا ناصر عمل مع أميرة علاقة وما كانش قادر خالص، وزي ما تقول كده أُغمى عليه على السرير، لإن مفعول المخدر اللي هي حاطّة له في الأكل اشتغل، ولإنها كمان عملت معاه علاقة فهمِّدته أكتر. لمّا ناصر وقع على السرير وأُغمى عليه، اتصلت أميرة على محمود، قالت له: تعالَ، ناصر خلاص فقد الوعي وعلى السرير دلوقتي. وبعد نُص ساعة بالضبط محمود دخل الشقة وخنق ناصر لغاية لمّا اتأكد إن هو مات. فضل محمود يخنق في ناصر لغاية لمّا اتأكد إن هو مات. وقبل ما يعملوا أي حاجة زقّوا ناصر على الأرض، وبدأ محمود يعمل علاقة مع أميرة. يعني أميرة النكسة دي بتعمل علاقة مع محمود، وجوزها ناصر متوفي
وقع على الأرض جنبها، يعني حتى ما استنوش لغاية لمّا يتخلّصوا من جثة ناصر، لأ ده عملوا علاقة وجثة ناصر محطوطة على الأرض وميت وواقع على الأرض. المهم يعني محمود بعد ما خلّص علاقة مع أميرة، لفّوا ناصر في ملاية كده، ومحمود كلّم واحد صاحبه ييجي له بتوك توك تحت البيت، وشال ناصر وحطّه في التوك توك، وطلعوا على الترعة ورموا ناصر في الترعة، وأميرة بقى تستنى 12 ساعة وتحديدًا تاني يوم في الضهر، وتتصل على أهل ناصر تقول لهم: "يا جماعة هو ناصر ما جاش عندكم؟ ناصر بقى له 12 ساعة من امبارح بالليل خلّص شغله في الورشة وما جاش، أنا قلقانة عليه." فبدأوا بقى أهل ناصر ينزلوا يدوّروا عليه، ويتصلوا على الناس اللي هم عارفينهم: "يا جماعة ناصر جه عندكم؟ يا جماعة أنتم شُفتوا ناصر؟" فالمهم يعني راحوا عملوا محضر باختفاء ناصر، والشرطة فضلت تدوّر عليه، لغاية بقى لمّا رجال الأمن يلاقوا في بلاغ من ناس بتقول إن هم لقوا جثة مرمية في الترعة، على طول رجال الأمن راحوا لمكان الترعة دي وطلّعوا الجثة، فرجال الأمن خدوا الجثة وودّوها المشرحة، وهناك اتصلوا بأميرة قالوا لها: "تعالي شوفي الجثة دي، جثة جوزِك ناصر اللي أنتِ عاملة محضر باختفائه والّا لأ؟" ولمّا وصلت أميرة فضلت تعيّط وانهارت وقالت: "لأ، دي مش جثة جوزي." بالرغم إن هي كانت جثة ناصر، بس مثّلت على رجال الأمن إن دي مش جثة جوزها وإن هي بتعيّط ومنهارة، فرجال الأمن اتصلوا بإخوات ناصر وقالوا لهم: "تعالوا بصوا هل دي جثة ناصر والّا لأ؟" وإخوات ناصر لمّا راحوا هناك أكدوا إن دي جثة ناصر، وقالوا له: "آه، دي جثة أخونا ناصر ودي جثة ناصر فعلًا." فرجال الأمن استغربوا، ليه أميرة ما اتعرّفتش على جثة جوزها، بالرغم إن هي قاعدة معاه بقى لها 10 سنين متجوزين وعندها منّه عيال حوالي 3 أو 4، إزاي مش هتعرف جثة جوزها؟ بس رجال الأمن قالوا ممكن تكون من الصدمة أو إن هي مش عايزة تصدّق الموضوع والكلام ده، ما كانوش عارفين إن أميرة شطانة، بس كانوا شاكين فيها، فرجال الأمن استدعوا أميرة للتحقيق، وقالوا لها: "آخر مرّة جوزِك ناصر ده شُفتيه كان إمتى؟" قالت له: "أنا شُفته في آخر يوم ليه كان هو جاي يتعشّى وبعد كده جات له مكالمة تليفونية وخرج، نزل من البيت، ومن ساعتها أنا ما شُفتوش." ولمّا رجال الأمن حققوا مع إخوات ناصر وسألوهم آخر مرّة شُفتوا ناصر إمتى أو آخر مرّة عرفتوا إن ناصر مختفي، قالوا لهم إن أميرة اتصلت عليهم وقالت لهم إن ناصر ما رجعش البيت وفي الورشة وبقى له يوم مختفي وما تعرفش عنّه حاجة. رجال الأمن استغربوا، قالوا: "هي أميرة بتقول إن جوزها رجع واتعشّى معاها ونزل، جات له مكالمة تليفونية ونزل ومن ساعتها اختفى." وقالت لأهل ناصر إن جوزها أصلًا ما رجعش البيت، فرجال الأمن حسّوا إن أميرة بتغيّر في أقوالها، وإن أميرة دي مش مضبوطة، فيها حاجة غلط، وفي الوقت ده المعمل الجنائي أكد إن ناصر ما ماتش غرقان في الترعة، أكد إن ناصر قبل ما يموت مات عن طريق الخنق، وفي كمية كبيرة في الدم مخدر، يعني قبل ما يتخنق اتحط له مخدر عشان يفقد الوعي، وكمان قبل ما يتحط له مخدر كان واكل أكلة تقيلة أوي، لدرجة إن الأكلة فضلت في معدته، بالرغم إن هم لاقيينه بقى لهم يومين، فالطب الشرعي أكد إن دي جريمة بفعل فاعل، واللي عمل كده كان قاصد إن هو يخدّر ناصر ويحط له مخدر في الأكل، وأول ما يُغمى عليه يخنقوه. رجال الأمن شاكين في أميرة ومتأكدين إن هي اللي عملت كده، بس ما فيش دليل واضح عليها، فبدؤوا بقى يراقبوها وبدأوا بقى رجالة الأمن السريين المخبرين بدأوا بقى ينتشروا في المكان وفي المنطقة. رجال الأمن المخبرين دول والسريين بدأوا يسمعوا أقوال بتقول إن أميرة كانت بتقفل السوبر ماركت الباب الحديد كل شوية، يعني يعدي مثلا يوم يومين ونلاقيها قافلة الباب الحديد بتاع السوبر ماركت في الوقت كمان اللي فيه شغل وفيه زحمة وجاي لها زباين، بتروح قافلة باب السوبر ماركت وقاعدة جوه. ورجال الأمن كمان بعد ما جمّعوا المعلومات، اكتشفوا إن أميرة كل شوية بتغيّر شباب في السوبر ماركت، تشغّل حد وبعد كده يمشي، تشغّل حد وبعد كده يمشي، بتغيّر شباب كتيرة في وقت قصيّر. فرجال الأمن اتواصلوا مع شركة المحمول وقدروا إن هم يجمّعوا المكالمات اللي أميرة كانت بتتكلّمها في التليفون آخر فترة، واكتشفوا إن أميرة على علاقة بشاب اسمه محمود، وشافوا كمان الصور والتسجيلات ما بينها وما بين محمود، وعرفوا إن أميرة هي اللي عملت كده. وإن محمود وأميرة خططوا إن هم يتخلصوا من ناصر، ورجال الأمن استدعوا أميرة وبدأوا يحققوا معاها، وفي الأول أنكرت، لكن لما واجهوها بالصور والتسجيلات والمكالمات ما بينها وما بين محمود وإن هم خططوا ونفذوا وعملوا كده في ناصر، اعترفت وانهارت، وقبضوا بقى على محمود وأميرة واتحكم عليهم بالإعدام. أمّا صاحب محمود اللي كان جايب التوك توك عشان ينقل الجثة ويرموها في الترعة اتسجن. تفتكروا كده لو ناصر جوزها المسكين ده
كان صاحي من بدري وواخد باله من اللي أميرة بتعمله ده، وعرف واكتشف إن أميرة بتعمل كده، كان ممكن النهاية تتغيّر، والّا أميرة برضه كانت هتلعب عليه الدور وكانت هتقنعه إن هي ما بتعملش حاجة غلط؟ انزلوا قولوا لي في الكومنتات.